كل واحد معدي بيقول لك نصيحة، اللي يقول لك لازم تخس، بطلي تتعصبي على اولادك وانت بتذاكري لهم، لازم تبطل سجاير عشان دي بتتعب صحتك. كل واحد معدي اللي بيشوف طالب بيقول له لازم تذاكر. كل واحد فينا بيقول التاني هو لازم يكون ايه بمنتهى البساطة. وفي اوقات كتير جدا كنت اقرا مشاكل في جرايد او في مجلات، وكنت بحس انه الرد على المشكله اللي كاتبه الشخص اللي بيرد عليه، يعني على صاحب المشكله، بيقول كلام الحقيقه منطقي جدا، بس مش عارفه ليه كنت بتخنق، كنت بزهق، بتضايق، بحس ان في حاجه غلط، حاجه مضايقاني. ما كنتش بعرف ابدا ايه السبب، لغايه ما اكتشفت انه سهل جدا تقول للشخص نصيحه، بس صعب جدا انك تساعده يتغير. كل واحد فينا بيقابل ناس بيبقى نفسه جدا ان هم يساعدوه يبقى افضل من الشخص اللي هو عليه دلوقتي. لو انا بشرب سجاير انا نفسي حد فعلا يساعدني، لو انا مش عارفه اذاكر انا نفسي حد فعلا يخليني اعرف اجيب نتائج كويسه. ناس كتير فينا عايزه تتغير بس مش عارفه، واللي بينصح بيستسهل انه يقول نصيحه بدل ما يدي حل. اهم حاجه لما احب اساعد حد ان انا اتاكد ان هو فعلا عايز يتغير. تاني حاجه ان انا اساعده، مش لازم احكي له كتير قوي على عيوب الحاجه اللي هو فيها، لانه غالبا ما دام جالي يبقى تعبان من الوضع اللي هو فيه ونفسه يتغير، فمش لازم استرسل كتير قوي في ان انا اوري له عيوب الموقف اللي هو فيه، الا لو هو مش مدرك ابعاد الموضوع. وبعد ما اعدي على الخطوه دي لازم اروح للي بعدها، ان انا افكر معاه، طب هو ليه مش عارف يذاكر؟ طب هو ليه مش عارف يبطل سجاير؟ طب هي ليه مش عارفه تخس؟ طب كل واحد فينا ليه مش قادر يكون الحاجه اللي نفسه يكون فيها؟ وبعد ما نقعد نفكر في الأسباب دي، يمكن ده يقلل من إحساسه بالذنب، لأنه هيكتشف إن في أسباب يمكن خارجة عن إيده شوية، لظروف سببها ناس تانية، لقدرات شخصية عنده فيها ضعف عضلة معينة محتاج يقويها. وبعد كده ممكن نحكي برضو عن الوضع الحلو اللي هو عايز يوصله وإيه الفوائد بتاعته. وآخر خطوة لازم نمشيها معاه إن إحنا نفكر معاه إزاي يبقى الشخصية دي بظروفه، بإمكانياته، بقدراته. يعني مثلا هدي مثل بسيط جدا، لو انا عايزه اساعد طالب ان هو يعرف يذاكر، ممكن افكر معاه في ايه المعوقات. يمكن المدرسين مش بيشرحوا كويس، يمكن هو بيسرح بسهوله في الفصل، يمكن الطريقه اللي بيعلموا بيها مش هي الطريقه اللي عارف يستوعب بيها. وبعد كده احط له، اخد كل الماده اللي عليه متكومه، يا اما ادور على حد يساعده في المذاكره، يا اما ان انا اقسم له لجدول معين على حسب قدراته، هو اللي يختار الحاجات اللي يذاكرها، واحط له فواصل في النص، واحط له وقت يريح فيه. وبعد كده هو يمكن يقدر ينجح في القليل، واشجعه على اي تحسن يحصل في السلوك بتاعه في المذاكره، وبالتالي يحتفل فيحس ان هو اتغير فعلا.